الهلال في موسوعة غينيس. بعد مسيرة رائعة وإنجازات متتالية، يبدو أن الهلال السعودي لكرة القدم لا يعرف للتوقف طريقا، بل يمضي قدما نحو مزيد من الألقاب والإنجازات التاريخية. فعندما تمكن الهلال من تحقيق الفوز على منافسه الاتحاد، لم يكتفي بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا فقط، بل صنع التاريخ بإنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجازاته الرائعة. بات الهلال أول ناد في تاريخ كرة القدم الآسيوية يحقق 28 انتصارا متتاليا في المسابقات الرسمية، رقما يسجل بأحرف من ذهب في سجلات اللعبة على مستوى القارة الآسيوية. ولم يكتف الهلال بتحقيق هذا الرقم القياسي فحسب، بل أثبتوا جدارتهم وقوتهم بتكرار فوزهم على منافسهم الاتحاد، حيث تخطى الفريق الزرقاء المضيف بنتيجة 2-0 في مباراة الإياب التي أقيمت على أرضية ملعب الجوهرة المشعة. وكان الهلال قد حقق فوزا مماثلا على أرضية ملعبه في مباراة الذهاب، ما جعله يبلغ نصف النهائي بأداء متميز وبشباك نظيفة، مما يؤكد على جاهزية الفريق وتميزه في الأداء الدفاعي والهجومي على حد سواء. وليس هذا فحسب، بل دخل الهلال السعودي موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأوسع أبوابه، حيث أصبح أول ناد يحقق هذا الإنجاز الرائع ويسجل اسمه في تاريخ اللعبة بأحرف من ذهب. بهذا الإنجاز الجديد، يستعرض الهلال السعودي قوته وتميزه كأحد أبرز الأندية في القارة الآسيوية، ويعزز مكانته كفريق رائد ومبدع في عالم كرة القدم الآسيوية والعالمية. يبقى الهلال السعودي في صدارة المشهد الكروي الآسيوي، ويعد قدوة للأندية الأخرى في المنطقة وفي العالم أجمع. فهو يثبت أن العمل الجد والإصرار على تحقيق الأهداف يمكن أن يحقق الإنجازات التي يحلم بها الجميع. ومع اقتراب نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، يبقى الهلال السعودي مرشحا قويا للتتويج باللقب ومواصلة تاريخه الرائع بمزيد من الإنجازات والألقاب الكبيرة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس.